السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فلقاؤنا متجدد دائما بأجمل الدعوات لكم طلابنا طلاب الصف الثالث الثانوي بفرعيه العلمي والأدبي بالمثابرة والنجاح عبر أثير منصة كوانتم التعليمية. ها أنا محمد الحلاق الذي سيرافقكم طيلة هذا العام الدراسي في مادة اللغة العربية، فأهلا وسهلا بكم زملاء. كنا قد توقفنا في الدرس الماضي عند النص الشعري الأول في الوحدة الأولى التي كانت بعنوان قضايا وطنية وقومية، وتعرفنا ما معنى كلمة قضايا وطنية وما معنى كلمة قضايا قومية. وكما نعلم أن هذا البحث أو هذا النص الشعري الذي جاء في المقرر معنا هو نص مشترك لطلاب الصف الثالث الثانوي الأدبي وطلاب الصف الثالث الثانوي العلمي، طبعا باستثناء يعني جزئيات مختلفة بسيطة سنقف عليها إن شاء الله بإذن الله. طيب، سنقف اليوم إن شاء الله عند التمارين التي جاءت خلف هذا النص، وسنقوم بالإجابة عليها أو سنقوم بالإجابة عليها. يقول مهارات الاستماع: استمع إلى النص ثم أجب. 1. اختر الإجابة الصحيحة في كل مما يأتي. النص الشعري من الشعر الوطني القومي الإنساني. طبعا قلنا ما معنى كلمة وطني. الوطني إذا كان الشاعر من بلد وتحدث عن قضية تخص البلد الذي ينتمي إليه يكون الشعر وطني. أما إذا كان من بلد وتحدث عن أو في شعره عن قضية تخص بلد عربي آخر فهنا يكون الشعر قومي. أما إذا كان إنساني فالقصيدة تكون موجهة للإنسانية بشكل عام، يعني في العالم. تمام؟ طيب، ولكن كما لاحظنا أن شاعرنا كان من العراق، إذن هو عراقي، وجاء في قصيدته بالحديث وتطرق بالحديث على سوريا. لاحظنا إذن هو تحدث عن العراق وتحدث أيضا على سوريا. فهنا نقول أن ماذا؟ أن الشعر قومي. الشعر قومي. لاحظنا إذن الشعر الذي جاء معنا هو الشعر القومي. طيب، يقول غاية الشاعر من النص التحريض على العثمانيين، مناصرة فئة الإصلاح ولا مباركة المناضلين. لاحظنا بأن الشاعر في أبياته لم يتطرق إلى مباركة المناضلين، لأنه بالأساس لم يبدأ النضال، وأيضا لم يوجد ما يعني أوضح لنا أو ما أظهر لنا فكرة الإصلاح. أيضا كان النص خالي تماما من هذه الفكرة. إذا نقول الإجابة الصحيحة ما هي؟ الإجابة الصحيحة أن غاية الشاعر في النص هو التحريض على العثمانيين. طيب، يقول القراءة الصامتة: اقرأ النص قراءة صامتة ثم أجب عن السؤالين الآتيين. ما دافع الشاعر وراء تنبيه قومه؟ لماذا أو ما الذي دفع الشاعر إلى تنبيه قومه؟ لاحظنا بأن الشاعر قد تطرق في حديثه أو في أبياته إلى إظهار صفات تلك الدولة المحتلة، الدولة العثمانية. تمام؟ أظهر صفاتها من الظلم، من القهر، من الاستغلال، من الاستعباد، من مقاومة العلم ومحاربة العلم والمتعلمين ونشر الجهل والفساد. فكل ذلك كان دافع الشاعر ليحارب هذه الغاية، غاية هذه الدولة. فماذا نقول الدافع هو؟ إذن للنهوض بماذا؟ إذن للنهوض وتحريك قومه للخلاص. إذن وتحريك قومه للخلاص من ظلم وقهر الدولة المحتلة. إذن هذا ما دفع الشاعر، فرأى بأن بلادهم سوف ماذا؟ تنتهي تحت طغيان تلك الدولة،
قام يحرض القوم أو يحرض قومه ويدفع بشعبه للحراك والخلاص ضد تلك الدولة المستعمرة. استخرج من النص 3 صفات للدولة العثمانية. لاحظنا زملاء أن النص جاء مليء، يعني الشاعر تطرق إلى كثير من الصفات أو أظهر كثير من الصفات التي تحل أو التي ظهرت على تلك الدولة الباغية أو تلك الدولة المستعمرة. فمن هذه الصفات قال ماذا؟ لاحظوا، دعونا نلاحظ ماذا قال. إذن وما رابني بداية الوعود الكاذبة. إذن الوعود الكاذبة، أو مثلا نستطيع أيضا أن نقول محاربة الحق. محاربة الحق، لاحظوا جعلت أركانه تتزلزل، فهنا محاربة أو القضاء على الحق، هذه من صفاتها. تمام. طيب أيضا ماذا نستطيع أن نقول؟ نستطيع أن نقول أيضا من صفاتها وما رابني إلا غرارة فتية. أيضا هذه الدولة التي تتصف بالوعود الكاذبة. إذن وعود هذه الدولة ماذا كانت؟ كانت وعود كاذبة، فهي تعد ولا تفي. إذن هذه أيضا من صفاتها الوعود الكاذبة. لاحظوا يغرك بالقطر الذي ليس يهطل. تمام. طيب أيضا تنشر الجهل. لاحظوا فترفع بالإعزاز من كان جاهلا، تسعى إلى نشر الجهل ومحاربة العلم والعلماء. إذن تنصر أو تقوم على مناصرة الجهل والجهلاء، وتقوم على إذلال ومحاربة العلم والعلماء. هذا أيضا من صفاتها. أيضا نستطيع أن نقول ماذا من صفاتها؟ لاحظوا الجور، الخسف في كل بلد يحطون رحالهم فيه، الطمع. لاحظوا أيضا ماذا تقوم، يعني على ماذا تقوم هذه؟ الظلم، العسف. فلما دا، لاحظوا محاربة العلماء، هذا تحدثنا عنه. أيضا ماذا تقوم؟ تقوم بالخلاص من الشرفاء الأحرار. شريف ينحى عن مواطن عزه وآخر حر بالحديد يكبل. تمام. إذن الخلاص من الأحرار والشرفاء. تمام. كما قلنا نشر الجهل. لاحظوا وبغداد دار العلم قد أصبحت بهم يهددها داء من الجهل معضل. إذن محاربة العلم ونشر الجهل، كل هذه من الصفات التي تطرق لها الشاعر لإظهار الدولة أو صفات الدولة المحتلة. استخرج من النص، هذا قلنا تحدثنا عنه. المستوى الفكري يقول استعن بالمعجم في تعرف معاني كلمتي عواد وغرارة. تمام. ثم اختر منها ما يناسب ماذا؟ ما يناسب المعنى الذي جاءت فيه. طبعا زملاء كلمتي عواد، وكما قلنا أن عواد هي جمع، مفردها عادية. تمام. تأتي في اللغة العربية بمعان عدة. تأتي في العربية بمعان عدة. تمام. طيب على سبيل المثال مثلا من معاني عواد أنها تأتي بمعاني المصائب، تأتي بمعاني المصائب، النوائب. إذا نقول المصائب. أيضا النوائب. أيضا تأتي بماذا؟ تأتي بمعنى إبل المرتفعات. إبل المرتفعات يعني الإبل التي تعيش بالأماكن المرتفعة، المرتفعات. هذا أيضا بمعناها. أيضا من معناها البر والإحسان، البر والإحسان أيضا من معانيها. تمام. طيب أيضا من معانيها ماذا؟ العوائق والضرر، يعني بمعنى العوائق أي الموانع، العوائق والضرر أو الأضرار. تمام. العوائق والضرر أيضا يأتي من معناها. أيضا يأتي الخصومة والعداوة، لها معاني كثيرة. طيب ولكن ما المعنى الذي جاءت عليه في هذه الأبيات؟ المصائب والنوائب. إذا المعنى الذي جاءت عليه في هذه الأبيات ما هو؟ نقول المصائب والنوائب. تمام. فهنا يقول جاءت المصائب والنوائب. طيب أما غرارة، ما هو المعنى الذي أو المعاني التي تحملها هذه الكلمة؟ نقول أيضا غرارة تحمل معاني عديدة، منها مثلا الوعاء، يعني الوعاء الذي
يستخدم ل ملء الماء أو السوائل فيه. أيضا تأتي بمعنى الغفلة. تمام، إذا تأتي بمعنى الغفلة. ما معنى الغفلة؟ يعني الغفلة أو حداثة الشباب، يعني غفلة الشباب. تمام، يعني الذين يكونون في سن حديثة، حداثة الشباب. تمام. طيب أيضا ماذا يعني يأتي من معانيها؟ يأتي من معانيها مثلا نجم الصبح. نجم الصبح أيضا نقول مثلا نجم الصبح معناه غرارة. أيضا ماذا يعني يأتي من معانيها؟ يأتي من معانيها على سبيل المثال الخداع أو الشوق، أو الشوق، هذا أيضا معانيها، أيضا لها معاني كثيرة. طيب ولكن ما المعنى الذي جاءت فيه هنا؟ أقول المعنى الذي جاءت تحمله هو غرارة الغفلة أو غرارة الشباب، يعني شباب محدثي السن، لا يفقهون في الحياة شيء، لا يعلمون، لا طائل منها. طيب يقول أيضا بين ارتباط عنوان النص بمضمونه. زملاء، كما عرفنا بأن النص باختصار جاء لتوضيح، يعني جاء لتحريك الهمم، وجاء إلى دفع الشعب للتحرك ضد الجهل، ضد الاستعمار، ضد الاستغلال، ضد الفساد، ضد تلك الدولة الفاسدة. ولكن هنا الشاعر يسأل إلى ما، يعني حتى ما تغفلوا، حتى ما تغفلوا، أي إلى متى ستبقى خانعا وراضيا بهذا الواقع الذي تعيش فيه؟ فهو رفض الواقع. تمام، رفض الواقع. فيعني المعنى يتصل اتصال وثيق معنى العنوان بالمحتوى الذي جاء عليه النص ويرتبط به. يقول ميز الفكر الفرعية من الرئيسية مما يأتي، وانسب كلا منها إلى مواطنها وفق الجدول الآتي. لدينا هنا أفكار جاء بها النص، ومن هذه الأفكار ما هو فكر رئيسية ومنها ما هو فكر فرعية. تمام. طيب الفكرة الرئيسية باختصار يقول التنكيل برجال العلم وأصحاب الكفايات. جاءت هذه الفكرة في قوله على سبيل المثال مثلا هنا في المقطع الثاني، عفوا في المقطع الثالث مثلا، يقول وكم نبغت فيها رجال أفاضل فلما داها العسف عنها ترحلوا، وبغداد دار العلم قد أصبحت بهم يهددها داء من الجهل معضل، شريف ينحى عن مواطن عزه وآخر بالحر وآخر حر بالحديد يكبل. فهذا كله يدل على ماذا؟ يدل على محاربة العلماء، يعني والتنكيل برجال العلم وأصحاب الكفايات. فنقول هذه فكرة فرعية وموطنها المقطع الثاني. إذن فكرة ماذا؟ فرعية. تمام. طيب إذن نقول هنا التنكيل برجال العلم. إذن التنكيل برجال العلم. تمام، كما جاءت. إذن عفوا هذه فكرة فرعية. إذن التنكيل برجال العلم هي فكرة فرعية. التنكيل برجال العلم. إذن المقطع الثاني جاءت في ماذا؟ في المقطع الثاني. تمام. طيب أيضا ماذا جاء لدينا؟ جاء لدينا ماذا؟ التنكيل برجال العلم سيف الإصلاحات العثمانية. أين جاء هذا الكلام؟ أنها يعني تعد وعودا، ماذا؟ وعود فارغة تقول ما لا تفعل، وما فئة الإصلاح إلا كبارق يغرك بالقطر الذي ليس يهطل. أيضا هي فكرة ماذا؟ هنا المقطع الثالث، هنا المقطع الثاني. إذن فكرة فرعية. فكرة ماذا؟ فرعية. تمام. أيضا نقول إذن زيف الإصلاحات، زيف
الإصلاحات، تمام، للدولة التي تقوم بها الدولة العثمانية. المقطع الثاني، تمام. دعونا نقوم بتصحيح هذه، فهي جاءت في المقطع الثالث. جاءت في ماذا؟ في المقطع الثالث. المقطع الثالث، تمام. طيب أيضا ماذا لدينا؟ دعونا نرى. يقول الدعوة إلى إنقاذ البلاد وترك الغفلة. الدعوة إلى إنقاذ البلاد وترك الغفلة. طيب هذه جاءت فكرة رئيسية. إذن فكرة ماذا؟ فكرة رئيسية. الدعوة إلى إنقاذ، الدعوة إلى إنقاذ، الدعوة إلى إنقاذ البلاد وترك الغفلة. وترك ماذا؟ الغفلة. هذه فكرة كما قلنا فكرة رئيسية. أين جاءت هذه؟ لاحظوا، دعونا نعود للبيت لنرى بأنها يعني هذه جاءت. لاحظوا، ألا فانتبه للأمر حتى ما تغفلوا، أي اترك الغفلة، أغث بلدا أما من ظهير. هذه جاءت فكرة رئيسية للمقطع الأول. إذن فكرة رئيسية للمقطع الأول. نقول المقطع الأول، المقطع الأول، تمام. طيب أيضا ماذا جاء لدينا؟ دعونا نرى. الدعوة إلى إنقاذ البلاد، إذلال الكرام وأسر الأحرار. لاحظوا، إذن هذا جاء في المقطع الثالث. شريف ينحى عن مواطن عزه وآخر حر بالحديد يكبل، في البيت الثاني عشر، المقطع الثالث. إذن فرعية. إذن نقول إذلال الكرام والأحرار. المقطع البيت الثاني عشر والبيت الثاني عشر، المقطع الثالث، المقطع الثالث، تمام. أيضا ماذا لدينا؟ لدينا العمل على تجهيل الشعوب. أيضا ماذا؟ لاحظوا، فترفع بالإعزاز من كان جاهلا وتخفض بالإذلال من كان يعقل. البيت السادس أيضا فكرة فرعية. البيت السادس، المقطع الثاني، البيت السادس، المقطع الثاني. إذن تجهيل الشعوب، البيت السادس، المقطع الثاني، تمام. طيب لدينا جرائم العثمانيين وممارساتهم غير الإنسانية. هذه أيضا فكرة رئيسية، وجاءت لماذا؟ لأي مقطع جاءت لي؟ المقطع الثاني. إذن فكرة رئيسية للمقطع الثاني، جرائم العثمانيين وممارساتهم، تمام. هذه جاءت فكرة رئيسية لي. أيضا المقطع الثاني، تمام. هذا هو التوزيع الصحيح لهذه الأفكار. نعود
نكمل. من فهمك المقطع الأول، ما مظاهر واقع الأمة المتردي؟ ما هي المظاهر التي كانت عليها الأمة من خلال ما ذكره الشيخ في المقطع الأول؟ يقول لاحظوا مظاهرها أنها تكالبت عليها المصائب والفتن. تمام. طيب الحال المتردي، لاحظوا انعدام الحق. إذن انعدام الحق وزواله، هذه من المظاهر التي جاء عليها المقطع الأول. تمام. طيب يقول الشاعر أيضا: لما استنكر الشاعر اغترار الفتية بإصلاحات الدولة العثمانية؟ إذن لما استنكر الشاعر؟ دعونا نرى ماذا يقول. يقول: وما رابني إلا غرارة فتية. يعني هنا استنكر الشاعر يعني كما يقولون غرارة تلك الفتية. لماذا؟ لأنهم يعيدون بالإصلاح وهم بذات أنفسهم بقرارة أنفسهم غير متأملين بهذا الإصلاح، ويعرفون أنه لا يوجد بالأساس إصلاح. لذلك استنكر الشاعر. إذن لما استنكر الشاعر اغترار الفتية بالإصلاح؟ لأنه إصلاح مزيف، لأنها وعود كاذبة. لماذا؟ لأنه إصلاح مزيف ووعود كاذبة. إذن لأنه نقول لأنه إصلاح مزيف مكذوب ووعود كاذبة فارغة. تمام. هذا ما جاء به. طيب هات أثرين لمظالم العثمانيين في سوريا مبينا هدف هذه المظالم كما جاء في المقطع الثاني. يقول لاحظوا: فطالت إلى سورية يد عسفهم تحملها ما لم تكن تتحمل، نبغت فيها. إذن تهجير العلماء هذه إحدى المظاهر. تمام. أيضا نشر الظلم والفساد فيها. لاحظوا: عسفهم الدمار، الظلم، الفساد. تمام. طيب ما سبب أو ما نتائج تلك المظاهر؟ نشر الجهل ومحاربة العلماء يعني العودة بذلك البلد إلى مستنقعات التخلف والرجوع به إلى طمس حضارته. تمام. كل ذلك يعني نتيجة تلك المظالم. تمام. طيب انطوى النص على نزوع قومي واجه به العرب محاولات التتريك. وضح ذلك من فهمك. إذا انطوى النص على نزوع قومي واجه به العرب محاولات التتريك. وضح ذلك من خلال فهمك للمقطع الثالث. إذن مواجهة التتريك. المقطع الثالث لاحظوا هنا الشاعر كما تحدثنا أنه من العراق، وهو ماذا؟ تطرق بالحديث إلى سوريا، فهو يرفض ذلك الواقع ويعني تلك الجرائم وتلك المحاولات التي تسعى إليها الدولة العثمانية في طمس الهوية العربية في سوريا. فهنا هذا رفض قومي. فالشاعر ابن العراق يرفض ما يحدث في سوريا. لاحظنا؟ طيب فيما يأتي جدول يعرض بعض القيم التي زخر بها النص. اذكر لكل قيمة عبارة أوحت بها وفق الجدول الآتي. لدينا هنا عبارات: حب الوطن والدفاع عنه، هذه جاءت في المقطع الأول: أغث بلدا منها نشأت فقد عدت. إذن هنا يدعو إلى ماذا؟ إلى الدفاع عن ذلك الوطن الذي نشأت منه. إذن حب الوطن في المقطع الأول: أغث بلدا منها نشأت. فهنا الدعوة إلى حب الوطن. تمام. أغث بلدا منها نشأت.
تمام. طيب رفض الظلم جاء يعني كثير من الأفكار التي تدل على هذه القيمة، رفض الظلم، رفض الظلم. طيب أما من ظهير يعضد الحق عزمه فقد جعلت أركانه تتزلزل، وهذا من رفض الظلم. طيب أيضا يقول هنا ألا فانتبه للأمر حتى ما تغفل أما علمتك الحال. لاحظنا؟ إذن كل هذه تدل على ماذا؟ على رفض الظلم. طيب إذن يقول أما من ظهير يعضد الحق عزمه، هذا يعني من الدعوة إلى رفض الظلم ومناصرة الحق. إذن رفض الظلم. نقول أما من ظهير يعضد الحق، ظهير يعضد الحق، ظهير يعضد الحق عزمه. تمام. طيب تقدير العلم أيضا جاء في الأبيات كثير من المعاني التي تدل على هذه القيمة. تمام. عندما يتحدث الشاعر عن، لاحظوا، يقول وكم نبغت فيها رجال أفاضل وبغداد دار العلم قد أصبحت، هذا من تقدير العلم. تمام. إذن يجوز أيهما نضع، فيجوز أن نقول وكم نبغت فيها تقدير العلم في الدول العربية بشكل عام أثناء حديثه عن العلماء في سوريا، أو بشكل خاص أثناء حديثه عن العلماء في بغداد والعلم والعلماء في بغداد. لاحظنا زملاء؟ كلاهما يجوز. إذن تقدير العلم، فماذا نقول؟ نقول ذكر مكانة العلماء، ذكر مكانة، فقد نبغت فيها، دعونا نقول وقد نبغت فيها، وقد نبغت فيها رجال أفاضل. أيضا نستطيع أن نقول ماذا؟ وبغداد دار العلم، وبغداد دار العلم. تمام. هذا يجوز. طيب يقول الشاعر، يقول أو قال الشاعر إبراهيم اليازجي محذرا قومه العرب من العثمانيين تنبهوا واستفيقوا أيها العرب فقد طمى الخطب حتى غاصت الركب، حتى غاصت الركب. طيب أيضا هذا الشعر جاء في أو أثناء محاربة الدول العربية للاحتلال العثماني. تمام. وهنا الشاعر إبراهيم اليازجي أيضا هو من الشعراء السوريين الذين قاموا بالدعوة إلى مواجهة هذا الاحتلال والاستعمار، فقال تنبهوا واستفيقوا أيها العرب فقد طمى الخطب حتى غاصت الركب. وازن بين هذا البيت والبيت الأول من النص من حيث المضمون. لاحظوا بأن كلا الشاعرين، دعونا نقوم بكتابة هذا البيت هنا كي تتضح معنا الأمور. لاحظوا. إذن يقول الشاعر إبراهيم اليازجي تنبهوا واستفيقوا أيها العرب فقد طمى الخطب، طمى انتشر، الخطب المصائب، الخطب حتى غاصت الركب، حتى غاصت الركب. تمام. لاحظوا هذا البيت وهذا البيت الذي جاء معنا ألا فانتبه للأمر حتى ما تغفل أما علمتك الحال ما كنت تجهل. طيب بداية نقول التوافق أن كلا الشاعرين، الاتفاق، كلا الشاعرين يدعو الوقوف في ماذا؟ في وجه الظلم، إلى التحرك، إلى الثورة، إلى مناهضة الهمم.
هذا الاتفاق. أما الاختلاف فلاحظوا أن الشاعر إبراهيم اليازجي ماذا يتحدث أو يوجه خطابه للعرب بشكل عام، يوجه خطابه لماذا؟ لمن؟ للعرب جميعا، فيقول لهم فقد طمى الخطب حتى غاصت الركب، وكأنهم قد انعدمت أحاسيسهم وهم لم يشعروا بأن الهموم وبأن فالمصائب والهموم والأوجاع والترد يعني الواقع المتردي سوف يبتلع العرب بشكل عام. أما شاعرنا فهنا يبدأ حديثه بماذا؟ بسؤال، تمام؟ فيقول ألا فانتبه للأمر حتى ما تغفل. لاحظوا يسأل وهو يوجه الخطاب بشكل فردي، انتبه أنت، تمام؟ إذن بشكل فردي. المخاطب عند شاعرنا، تمام، صدق الزهاوي، هو مخاطب معروف، يعني مخاطب معروف، فهو فرد أمامه يخاطبه. أما عند إبراهيم اليازجي فهو يخاطب العرب بشكل عام. هذا هو الاختلاف والاتفاق في هذا أو في هذين البيتين. طيب، يقول أيضا المستوى الفني من سمات الاتباعية في النص. الاتباعية، ما معنى الاتباعية؟ هي نظم القصائد الشعرية على ماذا؟ على المنوال القديم الذي جاءت به أو الذي مشت عليه العرب، فهذا معنى الاتباعية في النص. محاكاة القدماء في المعاني، محاكاة القدماء في المعاني. لاحظوا مثلا، تمام، من المعاني التي جاءت من التي جاء بها القدماء: إذا سكت الإنسان فالهم والأسى، هذا من المعاني، وإن هو لم يسكت فموت معجل، أيضا من ماذا؟ من معاني القدماء. وآخر حر بالحديد يكبل، شريف ينحى، تمام. طيب، يغرك بالقطر الذي ليس يهطل، هذا من المعاني الذي جاءت عليه القدماء، تمام. تسوس بما يقضي هواها وتعمل، أما من ظهير يعضد الحق عزمه، هذا من معاني إذن كل هذه من معاني القدماء، تمام. طيب، أيضا ماذا يقول؟ يقول جزالة الألفاظ. زملاء، ما معنى جزالة الألفاظ؟ يعني متانة الألفاظ، يعني قوة الألفاظ، يعني وقع الألفاظ، تمام. يعني لها وقع على الأسماع، فمن جزالتها يكبل. لاحظوا، يكبل الأسى موت معجل. لاحظوا إلى بارق، تتزلزل، همجية، الإعزاز، الإذلال، يعقل، ظهير، يعضد، هذه أركان. إذن هذه الألفاظ من يعني أدلة على الألفاظ الجزلة. متانة التراكيب، التراكيب متينة متماسكة فيما بينها، وكنا قد قلنا بأن التركيب في اللغة العربية هو من كلمتين أو لفظتين أو أكثر. لاحظوا، أما من ظهير يعضد الحق عزمه، لاحظنا، وبغداد دار العلم قد أصبحت بهم، يهددها داء من الجهل معضل، شريف ينحى عن مواطن عزه، هذه من متانة التراكيب. وآخر حر بالحديد يكبل، وكم نبغت فيها رجال أفاضل، لاحظنا، هذا من ماذا؟ أما من ظهير أغث بلدا منها نشأت فقد عدت، لاحظنا، تؤمل إصلاحا ولا تتأمل، وترفع بالإعزاز من كان جاهلا. هذه كلها ماذا؟ من متانة الألفاظ، من متانة الألفاظ. طيب، يقول ما الفائدة التي أداها استهلال النص بالأسلوب الإنشائي ثم الانتقال إلى الأسلوب الخبري في المقطعين الثاني والثالث؟ لماذا بدأ الشاعر؟ بماذا بدأ الشاعر؟ بالأسلوب الإنشائي، تمام، ثم انتقل إلى الخبري. طبعا بدأ هذا ليدلنا على أن القوم أو على أن الشعب هو في حالة غفلة، فالشاعر يريد أن يعني ماذا؟ يعني يريد بهذا أو يريد لهذا الشعب أن يستفيق من تلك الغفلة حتى يدخل بماذا؟ بصلب الموضوع، حتى يوضح الحال الذي هو يعيشه، تمام. إذن نقول لتنبيه
الشعب الذي يعيش في غفلة. استخرج من المقطع الثاني أسلوب قصر واذكر المقصور والمقصور عليه وبين أثره في خدمة المعنى. من المقطع الثالث طبعا تحدثنا بأن أو وضحنا ما معنى القصر. استخرج من المقطع الثاني لأن الأسلوب أو أسلوب القصر قد كثر في المقطع الثاني. هذا هو. لاحظوا: وما هي إلا دولة همجية إلا غرارة فتية. أسلوب قصر. تمام. أداة القصر غرارة المقصور وفتية المقصور عليه. طيب استخرج. يقول هنا: من أساليب القصر النفي والاستثناء والمقصور عليه ما بعد أداة الاستثناء. يعني المقصور عليه ما بعد الأداة مباشرة. إلى ما خرج الاستفهام في كل من البيتين الأول والثاني. قلنا جاء في يعني جاء الاستفهام هنا بصيغة الاستنكار، الاستفهام الإنكاري أو الاستنكاري. إنكار يعني خرج الإنكار والتحضيض. الإنكار والتحضيض. طيب لاحظوا: يقول قد يخرج الاستفهام من معناها أو عن معناها الأصلي إلى معان عدة أو أخرى على سبيل المجاز تفهم من سياق الكلام. ومن هذه المعاني النفي والتعجب والتعظيم والتحقير والإنكار والأمر والنهي والعرض والتحديد. والاستفهام الذي جاء معنا هنا استفهام إنكاري، والاستفهام الإنكاري هو أن الشاعر يعلم الجواب ولكنه يرفضه. تمام. فمثلا تقول لأحدهم على سبيل المثال: إذا كنت قد علمت أنه قد رسب في الامتحان، تقول له: أما هل رسبت في الامتحان؟ يعني أنت تعلم النتيجة. هذا يسمى إنكاري. والتحضيض أنك تريد من يعني المسؤول أنك تريد منه أن يقوم بعمل ما وتدفعه للقيام بعمل ما. هذا يسمى التحضيض. تمام. طيب من وظائف الصورة الشرح والتوضيح. بين ذلك من دراسة الصورتين الآتيتين: داء من الجهل. داء من الجهل يعني يريد الشاعر أن يقول لنا بأن الجهل يقود الإنسان إلى ماذا؟ إلى الحضيض، يقوده إلى وكأنه مرض ينهي البشرية جمعاء. فاختصر بتصوير ذلك بقوله: داء من الجهل. علمتك الحال يعني الحال التي أنت تعيش فيها. ما معنى علمتك؟ أي وضحت لك الأمور، فهمتك. تمام. هذا من وظائف الصورة أنها شرحت ووضحت. أيضا هنا لدينا تذكير وظائف الصورة. لاحظوا: إذا للصورة البيانية كثير من الوظائف، منها الشرح والتوضيح، منها المبالغة، منها التحسين أو التقبيح. لاحظوا: أيضا منها الوصف والمحاكاة والإيحاء، يعني إضفاء نفسية المبدع على الطبيعة والأشياء، منها الرمز. هذه طبعا تتضح هذه الأغراض حسب السياق الذي جاءت فيه الصورة. يقول: استخرج من البيت السادس مقابلة وبين قيمتها الفنية. كنا قد استخرجنا أثناء التطبيق. تمام. دعونا نقرأ البيت السادس ووضحنا المقابلة التي جاء عليها. إذا البيت السادس ماذا يقول؟ فترفع بالإعزاز من كان جاهلا وتخفض بالإذلال من كان يعقل. لاحظوا: ترفع، تخفض، بالإعزاز، بالإذلال، جاهلا، عاقلا أو يعقل. هذه مقابلة وجاءت للتوضيح والتأكيد والمساعدة على إيصال المعنى للقارئ أو المستمع. لاحظنا. طيب من المشاعر العاطفية التي كونت تيار العاطفة في النص: الألم والحزن، النقمة والسخط، الغيرة. هذه من النص تراكيب تدل على كل منها. إذا هنا تنوعت المشاعر. لاحظوا. طيب الألم والحزن أين جاءت؟ طبعا الألم والحزن يعني سيطر على كل أبيات النص. هنا الشاعر أيضا يقول على سبيل المثال: وما رابني إلا غرارة فتية. هذا الغضب. تمام. إذا وما رابني إلا غرارة فتية. لاحظوا هنا: شريف ينحى عن مواطن عزه. أيضا وبغداد دار العلم قد أصبحت بهم يهددها. لاحظوا: وآخر حر بالحديد يكبل. حزن. تمام. طيب أيضا وكم نبغت فيها رجال أفاضل فلما دهاها العصف عنها ترحلوا. أيضا هنا حزن، ألم، أسى. تمام. طيب أيضا يعني كثير من ما هي إلا دولة همجية، غضب، تسوس بما يقضي هواها وتعمل.
فترفع بالإعزاز من كان جاهلا وتخفض بالإذلال من كان يعقل. هذا غضب. وما فئة الإصلاح إلا كبارق يغرك بالقتل كأيضا غضب رفض. لاحظوا لهم أثر للجور في كل بلدة يمثل من أطماعهم ما يمثل حزن أسى ألم. إذا انتبهنا هذه المشاعر التي جاءت أو حوت عليها حوتها الأبيات أو المعاني. طيب أيضا ماذا يقول؟ إذا النقمة والسخط الغضب يعني والسخط الذي تحدثنا عنه. الغيرة من مشاعر الغيرة ماذا هنا؟ الشاعر يغار على بلاده يقول أغث بلدا منها نشأت فقد عدت. هنا تظهر مشاعر الغيرة على البلد الذي نحن منه ننتمي إليه. تمام؟ طيب السؤال الذي يليه ماذا يقول؟ طبعا قطع عروضيا البيت الأول من النص ثم سمي بحره كما تعودنا زملاء. هذا إن شاء الله سيكون مخصص لزملائنا في الفرع أو في الفرع العلمي الأدبي، فسنحدد له وسنخصص له إن شاء الله بإذن الله لقاء. إذن هذا السؤال هو مخصص لطلاب فرع الأدبي، لذلك سنخصص له إن شاء الله لقاء نتحدث فيه بشكل أوسع عن البحر ونقوم بالتطبيق على هذا البيت. طيب التطبيقات اللغوية يقول ادرس مبحث الاستثناء مستفيدا من أسلوب الاستثناء الوارد في البيت الآتي. وما هي إلا دولة همجية تسوس بما يقضي هواها وتعمل. طبعا هنا الاستثناء ما هي إلا ما نفي، يعني الاستثناء الموجب أو الاستثناء التام هو أن يسبق بنفي وأن يكون لدينا أداة استثناء ومستثنى ومستثنى منه. تمام؟ وهذا إن شاء الله كما تحدثنا سنتحدث عليه في جلسات خاصة ببحث الاستثناء. اقرأ البيت الآتي ثم نفذ النشاط أو ثم نفذ النشاط الذي يليه. وبغداد دار العلم قد أصبحت بهم يهددها داء من الجهل معضل. لاحظوا يقول اجعل العلم مخصوصا بالمدح مستعملا نعم على أن يكون الفاعل اسما ظاهرا. نحن يعني تذكرنا أسلوب المدح والذم. تمام؟ إذن اجعل العلم مخصوص بالمدح. فماذا نقول؟ نقول نعم المكانة العالية العلم. إذن العلم. لاحظوا طبعا نعمة هي فعل ماض جامد لإنشاء المدح. المكانة فاعل مرفوع على رفعه الضمة الظاهرة على آخره. العالية صفة. العلم مخصوص بالمدح. والمخصوص بالمدح طبعا هذه يعني مرور سريع. المخصوص بالمدح هنا يعرب على إعرابين. الأول إما أن نقول مبتدأ مرفوع، العلم مبتدأ مرفوع على رفعه الضمة الظاهرة على آخره، وجملة نعم المكانة خبرية للعلم المبتدأ يعني مبتدأ مؤخر. وإما أن نقول العلم مبتدأ وخبره محذوف تقديره هو. تمام؟ هذا لك أو هذا لكم في حرية الخيار. فكيفما تعربون أو تعربون صحيح. إذن كيفما تعربون صحيح. الشطر الثاني يقول اجعل الجهل مخصوصا بالذم مستعملا بئس على أن يكون الفاعل ضمير مستتر. بئس أيضا هي لإنشاء أسلوب الذم. بئس صفة. بئس صفة. الجهل. لاحظون نقول بئس فعل ماض جامد لإنشاء الذم، وصفة تمييز منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. والجهل ماذا؟ مخصوصا بالذم. أيضا يعرب كما عربنا العلم إما على مبتدأ مؤخر وخبره جملة بئس مع فاعله المحذوف أو المستتر، وإما أن يكون مبتدأ مرفوع وفاعله محذوف أو مستتر جوازا تقديره هو. فبئس هنا فعل ماض جامد لإنشاء أسلوب الذم. صفة تمييز. طيب أين فاعل بئس؟ نقول وفاعله ضمير مستتر جوازا تقديره هو. لاحظنا زملاء
هذا ما جاء عليه السؤال. طيب، إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية لقائنا اليوم. أرجو أن أكون قد وفقت بما قدمت، وأن تكونوا قد وفقتم بما سمعتم، على أمل اللقاء بكم إن شاء الله في بحث جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.